اولا كنقول ما متفقش كاع بهذا التنمر على هذا الولد ديال رومان سايس. الا غادي نعبروا على شي غضب، خصنا نعبروا على الغضب في الاختيار ديال وليد الركراكي. اما الولد لبى النداء ديال الوطن. تصور دابا هذا رومان سايس كنا وقفنا عليه وعيطنا له وقال لك انا غير جاهز وما غنجيش، غنبقاو نقولوا لا وماشي الوطنيه وماشي هذه الوطنيه لا غير. دوك التنمر على رومان سايس ماشي معقول وماشي مقبول اخلاقيا من طرف بعض الجماهير المغربيه ومن طرف حتى بعض الاعلاميين المغاربه. انا سي امين ما يمكنش نقنع راسي بان السيد هذه 3 عامين ولا اكثر هو كيقلب كيفاش يحل هذا المشكل ديال لاكس وما نجحش في عامين. نجحش تماما. في حين السي امين ملي كنمشي للاكس ديال المنتخب ديال اسبانيا كنلقى اللاعبين اللي فيه اقل عمرا من اللاعبين اللي لعبنا بهم في المنتخب ديال الشبان اللي فزنا بهم كاس العالم في الشيلي. بمعنى ان وليد الركراكي ما كانش عنده واحد الشجاعه كافيه انه يربي الوليدات اللي هما صغار وعندهم القدرات وعندهم الكفاءات في هذا البوست هذا. ما كناش نطيحوا في هذا المشكل لان دابا حنا علاش كنهضروا غير فقط على رومان سايس. واحد مسينا فينا هو راه ما عرفناش مسينا فينا ملي بغينا مسينا موجود في التدريبات وجاهز. موجود في التدريبات واش مصاب ولا ماشي مصاب؟ واش الاخبار اللي عندنا ان اللاعب جاهز انه يلعب وغير مصاب. انا كنت شفت في الحصه التدريبيه الاخيره قبل مباراه جزر القمر، فانا شخصيا مشيت للتدريبات، ما كانش في التدريبات في 20 دقيقه الاولى. في اليوم الموالي سولنا الناس تما قال لك بان كمل التدريبات بشكل عادي وشفناه في الصور كيتدرب يعني بالصباط ديال كره القدم بشكل عادي الى حدود اليوم. كتاكد على ان جميع اللاعبين حاضرين مع المنتخب. كندوي على خط الدفاع. بالنسبه للامرابط اليوم ربما يقدر يكون غاب على الحصه الصباحيه وشارك في الحصه المسائيه، لكن انه غيكون حاضر